حبيبي، يلا يلا حبيب ناهد، يلا افتح بقك افتح بقك، يلا حبيبي يلا 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 افتح بقك افتح بقك افتح بقك، يلا 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 يا جمال. يلا القطر داخل فين؟ يلا افتح المحطة بسرعة. يلا هم 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 هم. ومساء الحب والرومانسية والدلع عليكم لكل حبيب حبيبة، أب ابن أم زوج زوجة أطفال حضانات، أي حد ممكن يحتفل بعيد الحب ومش لاقي هدية يجيبها لحبيبه في عيد الحب. ده الدليل الشامل معاك دلوقتي. نبدأ بالمشهد الأول معانا مع أستاذ يوسف شعبان إيه ده بتعمل إيه يا أستاذ يوسف؟ طلعت لي من الجنة حورية زي الأزهار البرية، يا أستاذ يوسف مع احترامي الكامل للصوت والحنجرة خف علينا. منحتنا أجمل شيء في الكون، إحساسنا بمعنى الحرية. للاسف عرفت اخيرا ليه الاسماك انقرضت اللي موجوده في جنينه الاسماك. طب بغض النظر عن الغنى، ايه توكه ايرلينج هالاند اللي حضرتك لابسها دي؟ رومانسيه وقوره بشنب وفيونكه وبوني تيل. الكلب لولو الكلب لولو. ونسيب استاذ يوسف شعبان ونروح لما الاهتمام يجي لك ولكن من الشخص الغلط. بدر، نعم. انا بحبك. طيب ارفع القصه يا استاذ مدحت، بقيت شبه عبد الباسط حموده. طيب طب خف كاريزما وقول لها اي حاجه. طيب هعمل شاي طيب اعمل لك معايا. طيب 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 طيب. اخويا المشاهد انا حاسس بيك، لو ما جبتش هديه الفالنتاين لغايه دلوقتي دي بقى الهديه اللي هتديها للكراش بتاعتك للفالنتاين وهعلي راسك. اسمع مني، خد القصيده دي. ياه، ده انت لو كنتي طوعتيني زمان كنت أمرت الشمس تجيلك كل صباح، تدخل من عقب الباب تلاقيكي نعسانة، تملس على وشك على شعرك على صدرك، هوب 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 يا استاذ، الكلمات دي بلاش. لجلة صحيكي، تفرح لو فتحتي عينيكي، تفتح لك باب الحمام، تمسك لك فوطة وبشكير. فوطه وبشكير يا استاذ؟ انت كنت ماشي حلو في الاول، حصل ايه؟ وتقف على الباب تستنى لحد ما تفوقي انتي، لايه؟ لحد ما تفوقي انتي من شلالات المية الدافية وهي بتغسل كل خلاياكي. لا شربها تنر يغسل كل خلاياها اسهل من كده. ولحظة ما تحسي انك فعلا صحصحتي وحسيتي براحة، تدخل شمسك وتلفك بالبشكير وتنشف شعرك بالفوطة، ترش عليكي الدفا والعطر، تمشي وراكي وبشعاعها تفرد شعرك. وبايه؟ وبشعاعها تفرد شعرك، شعاعها تفرح بيكي وتفضل حواليكي تداديكي لحد ما تطلبي شايك تفطري، وقت ما تفطري تضحكلك وتقولك أنا خدمتك شمس. الشمس بقى تسيب دورها في البناء الضوئي وتيجي بقى تركز معاها. بتسقف على ايه يا ابني انت وهو؟ بطل نفاق. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون. لو انت بقى شاب انتروفيرت كده ومالكش انك في تفتح مواضيع، الاستاذ مصطفى قمر وسمية الخشاب عندهم الحل. اوكي يعني اوكي طب ما اوكي بقى ايه نور. مش اسلوب اوكي خالص. اوكي في 2 اوكي ناقصين في السكريبت. ده انتوا في منتهى الاوكي. ونسيب مصطفى قمر وسمية الخشاب ونروح بقى ايه لما تكون عايز تقنع اهلك انك عايز تتجوز، ويعني واضح ان انت ما عندكش حجه منطقيه. الحقيقة اني فكرت في كل الحاجات دي وقررت اني لازم اتجوز. تتجوز؟ تتجوز بعد العمر ده؟ يعني انت شايف ايه يا حاج؟ الحكايه ايه يابا بالظبط؟ يا عمي أنا بنت أخوك، يعني بنتك وستر وغطى عليك، هو أنا قصرت في حاجة بس يا عمي؟ افرضوا يعني تعبت تعب جامد ومحتاج لحد يدخلني الحمام، افرض طلع لي دم في مكان حساس ومش ممكن تكشفي عليه. كده معقوله؟ يعني ناوي تجيب ست جديده تعيش معانا هنا بعد ما بقينا في السن ده يابا؟ يا جماعه مخرج المسلسل ده مطلوب حيا او ميتا على الكادرات اللي بياخدها كلوس على وش الممثلين دي. ويا ترى هي مين يا حاج؟ استاذ محمد رياض قال جمله وما حدش عمل كلوس على وشه. ايه ده تسيب؟ افرض طلع لي دم في مكان حساس ومش ممكن تكشفي عليه. بص الفيديو اللي جاي ده انا ما اعرفش فيه ايه، فهو مكتوب عليه علاقه معفنه فهنشوفه مع بعض. يلا يا حبيبي يلا حبيب ناهد، يلا افتح بقك افتح بقك، يلا حبيبي يلا 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 كمان شويه كمان شويه يلا. ايه ده تيسير فهمي ورشوان توفيق؟ ايه احلام العصر دي؟ افتح بقك افتح بقك افتح بقك، يلا
يلا يلا يلا يا جمال. ايه الضحكه دي؟ كبار انتوا على الكلام ده. استاذ رشوان توفيق ايه؟ ايه الميس فيتس ده؟ ايه على البحر رشوان توفيق لابس جلابيه وعمه وبيلعبوا اللعبه الغريبه دي؟ ايه ده؟ هوب هوب هوب. ايه مخرجنا الرجلين دي؟ احنا في التلفزيون المصري مش كده. سوري، دي رجلين استاذ رشوان توفيق. ايه ده؟ ايه وضع بيدعي لآلهة الأولمب ده ولا بيعمل ايه ده؟ لو ده هيثبت لك انك ايه؟ حد يخرج من المركبه دي بسرعه. بس انا عرفت السر في العلاقه. الشيشه دي فيها حاجه، بس كفايه عبث لغايه كده عشان المشهد ده انا اتصدمت بيه. جرب كده اشترك معانا في القناه، شوف لك فيديوهين او 3، جرب ادي نفسك فرصه لمحتوى مختلف بدل ما انت عمال تقول انا زهقت من محتوى اليوتيوب المكرر. جرب كده محتوى مختلف، فيديو او 2، عجبك كمل اشتراك في القناه، ما عجبكش الغي الاشتراك كده كده ما بيلزقش. ما تكوني بقى عامله مصيبه في البيت ومش عارفه تجيبيها لجوزك من انهي اتجاه، خشي عليه بالدخله دي. انت مكبر نفسك قوي كده ليه؟ ده انت قوي قوي يا استاذ حسين، قوي 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 قوي. من غير ما تزعل، انت عقلك اكبر من عقلي كتير، وكل زمان له زمان، ونقول يا زمان ارجع يا زمان. في ايه؟ هو اي وزن وقافيه وعبيله؟ ايه بتبصلي كده ليه يا استاذ حسين؟ عفوا يعني كان عاوز يتف بس غير رايه. لو جوزك بقى تعبك وبتاع ستات، ده الحل بقى من الاستاذ نور الشريف. ايه المخده ناشفه ليه؟ تحتيها ايه؟ هيكون تحتيها ايه يا حاج؟ حاسس المخده ناشفه. ايوه فرش حشيش. تجيبي فرش حشيش تحطه له تحت المخده وتبلغي عنه. ايه ده يا نعمه؟ مش عارفه يا اخويا. مش عارفه ايه اللي تحت مخده جوزك؟ ده حجاب وحجاب تقيل قوي. الله اكبر، الحاج متولي خارق للطبيعه، حس بالحجاب من تحت 3 مخدات. شغل الاسحار والكلا ده ما يدخلش بيتي تاني. والله زمن الخير، الحجاب كان ما شاء الله برطوشه. ونسيب الحاج متولي ونروح لاقوى قصف جبهه رومانسي في التاريخ. الله ده جميل قوي. ميرسي يا اشرف. ليلى، القلب ده قلبي انا. يا ناس هموت يا ناس. اشروف قلبك يا اشروف، حاول حسن من مستواك يا اشروف شويه. اشرف بليز بلاش الاسطوانات اللي انا ما بحبش اسمعها دي. اوكي بلاش الاسطوانات اللي ما بتحبهاش، اقول لك اسطوانه ثانيه. عندي اسطوانات تانية جوه. ليلى، مش النهارده عيد ميلادك؟ انما بالنسبه لي مش عيد ميلاد عادي، ده عيد الربيع، عيد الحب، الفالنتين داي بتاعي. والله كنت قلت لي عيد الفلاح اكرم لك. اشرف بليز خلينا اخوات احسن. ونسيب قصف جبهه بتاع دنيا سمير غانم ده ونروح بقى ايه لنبذه عن الخصوصيه في مصر. الحمد لله انهم كانوا مستورين ونايمين بالبيجامات. ما شاء الله عربيه اسعاف داخله عليهم الاوضه. ثم ايه ده؟ ثانيه واحده، ايه العيال اللي كانوا في الاول دول؟ هم لحقوا يخلفوا؟ اللي فات ده بقى كله كوم، والاربعه اللي جايين دول بقى ايه؟ زبد. انا مقدر المشاعر يا استاذ، بس ايه كميه الدباديب دي؟ والله ميك ماوس فوق اصلا مستغرب وعامل كده. لماذا نحن
سيب الراجل بتاع الدباديب ده ونروح بقى ايه للعلاقه المحببه الى قلبي مع فيفي عبده والشحات مبروك. انت مخاصمه الجواز ولا مخاصماني ولا خلاص ربطت على الحزن؟ يعني عايز نمسك للحزن النبه واقول له خلاص ميعادك خلص. واضح الحزن باين يا استاذه بالبندانه الحمراء والشخاريل اللي انت حطاها. امال لو ما كانش المرحوم جوز الله يرحمه كان صاحبك وحبيبك. بنت اصول يا بداره. شباب معلش انا اسف لمقاطعتكم بس شهور العده ايه؟ بحبك. يمكنك ان تقبل العروس. ونسيب الشحات مبروك وفيفي عبده، يعني هنسيب الشحات مبروك بس وهناخد فيفي عبده بس في مشهد تاني. يا بنتي ده انا بحبك ده انت قلب الخصايه، قلب ابو علي، قلب مفعل نووي، قلب يعني قلب حنفيه خلاط. قلب خصايه ايه؟ هو انا هخرطك في السلطه ولا هخرطك في السلطه؟ حكم الود ودي ان انا ما غمضش عينيا لحظه واحده عشان صورتك ما تفرقش خيالي. يا حبيبي انا الود يا صبوحه، اجيب القمر بايديا واعلقه في صدري عشان ينور الدنيا كلها. والله يا استاذ جمال عبد الناصر انت نفسك جميله وحلوه يعني مفتوحه ما شاء الله. انا اتخلقت عشان اشوفك وانشغل بيكي وتلاغيني والغيكي ونتقابل ونتمشى على الكورنيش ناكل ذره مشوي ونروح سيما رود الفرج. الطموحات دي انت جاي تحقق احلامك هنا. انت عندي يا صبوحه احلى من اي حاجه. في ايه يا جدعان انتوا النظر ايه اخباره؟ طيب عايزين نشيك على الموضوع ده. انا مفيش حاجه مجنناني غير انك بعيد عني، وحشتيني قوي يا صباح. دي صباح دي ما طلعتش قمر، دي طلعت صاروخ من اللي بيطلع القمر. يا لهوي ده واضح ان في مشكله في النظر في المسلسل كله. لو ما اتجوزتش صباح مش هتجوز تاني ابدا. اوعى تسيبيني يا صباح. اسيبك؟ دي كلمه تقولها برضه يا بدور، اخص عليك. انتوا شاربين ميه ترش على الرئه يا جدعان، ايه اللي انتوا فيه ده؟ انا ندمان على كل دقيقه عدت عليا وانا بعيد عنك. لا استاذ احمد خليل اوعى. يمين بالله العظيم لو ابعد عنك يوم واحد اروح فيه. استاذ احمد بلاش، استاذ احمد بليز. وريني وشك الحلو يا صبوحه. لا استاذ احمد بلاش. حققي لي منى عيني وامل حياتي يا بوحه، ارضي تتجوزيني وهطلعك فوق. نزل ايدك، تقاطع ايدك فوق ولا تحت. نروح بقى للمشهد رقم 1 بجدارة مفيش زيه. احلى مشهد رومانسي في التاريخ ممكن تشوفه للفنان احمد عبد العزيز. ايه امله؟ في ايه منصور انت بتعمل ايه؟ هي بتحط نص شعرها في المعتاد ده يا السيلف ديفنس بتاعها يعني. بدمك يا اخويا، بدمك يا منصور. انا ما حلتيش غيره يا سميح. اخوك ماله يا بنتي واتعور ازاي؟ اقري يا اخوك اتعور فين؟ اقري يا اتعور فين يا نجاة؟ مش لازم تعرفي عديها. في ايه سميح؟ مالك يا بنت؟ منصور اتعور. اقري وانت تعرفي جرحه فين. منصور اتعورت فين يا ضنايا؟ بطلي زن يا وليه. اخوك اتعور فين؟ منصور اتعور. اتعور فين يا نجاة؟ خلاص بقى يا حاجه انت مكبره الموضوع وهو اصلا تافه. تعالى يا علي، تعالى شيل معانا شويه انت كمان. تعالى شيل معانا. منصور عنده اسهال مشاعر ومزروط الدنيا جوه. في ايه؟ خلاص سيبوه لما ينزف لحد دمه ما يتصفى. انا ما حلتيش غيره يا سميح. في ايه يا علي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ وكفايه رومانسيه قوي لحد كده. وابعت الفيديو ده لمراتك او لجوزك، يعني هيكون من افضل الهدايا اللي تديها له في وشه يوم الفالنتاين. ولو ما شفتش الجزء الاول من اسوأ مشاهد رومانسيه هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي، ادخل شوفه فيه شويه علاقات حلوه كده، عزمي واشجان والناس الجميله العظمات الرومانسيات دي. ادخل شوف الفيديو من هنا واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.